طريقة العثور على الجهاز المفقود أو المسروق حتى بعد إطفائه، وهم بعد من خلال هذا الموقع تقدر تتخذ أي إجراء بشكل سهل وسريع، منها تمسح بيانات جهازك إذا ما لقيته. اللي تحتاجه الحين انك تضغط على تسجيل الدخول بهذه الواجهة بهذا المكان، تحط البريد الإلكتروني اللي موجود على اي كلاودك، وبعده راح يطلب منك كلمة السر الخاصة بالاي كلاود. اول ما تفتح الموقع راح تطلع لك هذه الواجهة بالمكان هذا اجهزتك. شوف جهازك اللي انت بتبحث عن مكانه وين. مثلا انا عندي هذا الجهاز، حدد لي مكانه مثلا تقريبي امتار. هذه خريطة طبعا تقدر تعرف وتقدر تحدد وين موجود بالضبط. واما بالنسبة للقائمة اللي موجودة تحت هنا، هذه راح تشغل تنبيه جرس على التلفون، وراح يعني تعرف وين مكانه بالضبط اذا انت قريب عنده. هذه راح اذا ضغطت عليها راح تقدر تقفل الجهاز وتحط رساله مثل رقم تلفونك، انا صاحب هذا الهاتف اتصل علي، بالشكل هذا. اما الاوامر هذه خليك حذر فيها. الاول هذا اذا ضغطت عليه طبعا هذا راح يعطي امر بمسح محتوى الجهاز، يعني من يوصل نت للجهاز راح تقدر تمسح المحتوى. طبعا اذا مثلا ما قدرت توصل للجهاز او خلاص يعني راح عليك. والامر الثاني هذا اللي موجود عليه ريموف او ازاله، هذا انسى تضغط، لانك اذا ضغطت عليه راح تحذف الاي كلاود من جهازك، يعني راح تعطي الصلاحيه للشخص الثاني اللي لقى الجهاز او سرق الجهاز انه يقدر يستخدمه. وهذا الشرح اذا ما استفدت منه الحين راح تحتاجه بعدين، فاحفظه عندك عشان تستفيد منه. وكان معكم اخوكم عبد الله العجمي، اتمنى انكم استفدتوا من هذا الشرح.